ونحن هنا في فضفضة ما بعد منتصف الليل. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات عايشها ببساطة. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك، لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك، وخيالك بيكون ويايا ويايا، ونجاه صوتك بيونسني. الونس. الحقيقة إن الونس ده إحساس حلو قوي. اختلف العلماء والأدباء والمفكرين في تعريف الونس، بس بيقال إن الونس ده هو الإحساس اللي بنحسه بوجود الناس حوالينا، سواء الناس دول كانوا أصدقاء أو أهل أو شركاء في الحياة أو مش شرط. عادي ممكن الإنسان يحس بالونس وهو مع نفسه وبنفسه. بصراحة أنا كمان مش عارفة، مش قادرة أقول إجابة محددة في الموضوع ده، بس كل اللي أعرفه إن الإحساس بالونس ده إحساس حلو قوي. إحساس إنك تبقى قاعد في قعدة كده وإنت حاضر بقلبك وروحك وعقلك، حاسس إنك متونس فيها كده، وإحساس إن في حد كده في حياتك إنت بتونس بيه حتى وإنتوا قاعدين ساكتين ومش بتعملوا حاجة. ده بجد شعور حلو قوي ومميز. لا ومش بس كده، إنت ممكن تبقى متونس بالشخص ده حتى وهو مش معاك، مجرد الذكريات والتفاصيل اللي بينكم وإنت قاعد مع نفسك كده وبتفتكرها تحس إنك ونسان. زي ما الست وردة قالت كده، لما تقرب أنا بتونس بيك، وأما بتبعد يا سبحان الله أنا برضو بتونس بيك. إيه العظمة دي؟ بصراحة ده إحساس حلو قوي، إحساس يخلي فيه طعم مختلف كده للحياة. طب تعالوا نسأل سؤال مهم، لو أنا بقى ما عنديش كل دول ولا حتى عندي شخص اللي أبقى متونس بيه في حياتي، أعمل إيه؟ عادي، ممكن جدا تبقى متونس بنفسك بس. يطلع واحد فلوطة يقولي ازاي يعني ابقى متونس وانا لوحدي، متونس بنفسي بس. اقول لك انا ازاي تبقى متونس بنفسك بس. حاجات كتير قوي في الدنيا ممكن تخليك متونس وانت لوحدك وبنفسك وبس. زي مثلا انك تقعد تتفرج على فيلم ولا مسلسل حلو انت بتحبه، او تقعد تسمع اغنية حلوة كده وتتسلطن معاها وتلمس حتة جواك، او انك تفتح كتاب وتقعد تقرا فيه وتتسحل بين سطوره وقصته الحلوة لو انت يعني بتحب القراية، او انك تعمل كوباية قهوة بس بمزاج، او حتى اي مشروب تاني انت بتحبه، او انك تفتح المصحف مثلا وتقعد تقرا فيه ويبقى فيه ورد ما بينك وما بين ربنا. يا سلام، إنك تعمل الرياضة اللي انت بتحبها، أو حتى تقعد تتمشى في الشارع ولا تتمرن في البيت. كل دي حاجات حلوة تخليك متونس وانت مع نفسك وبنفسك، وانت راضي ومرتاح ومطمن. الونس ممكن نحس بيه في كلمة بس طالعة من حد بنحبه، أو حتى في لحظة انت قاعد فيها مع نفسك بس حاسس انك مرتاح ومطمن ومستكن كده. شوفوا احنا ممكن نختلف في حاجات كتير، بس مهما اختلفنا في الآراء صعب نختلف إن الونس ده إحساس حلو، إحساس فعلا بيخلي للحياة طعم تاني، طعم يخليك كده عايش الحياة وانت مبسوط، طعم يخليك كده عايش الحياة بنفس وعندك أمل في بكرة. يا بخت أي حد بيحس بشعور الونس ده، وربنا يرزق أي حد مش بيحس الإحساس ده إن هو يحس. في الحقيقة عايزة أسألكوا سؤال مهم بس تجاوبوا عليا بصراحة، انتوا بقى حاسين بالونس ولا لسه بتدوروا عليه؟ هستنى اجاباتكم بكل مصداقية وشفافية. اخر حاجة بقى واهم حاجة، ما تنسوش تعملوا لايك للبيج على الفيسبوك وسبسكرايب للشانل على اليوتيوب وفولو على الانستجرام وتيك توك، وتخليكوا دايما فاكرين ان كلنا محتاجين عيشها ببساطة.